يا أهلا بيكم في برنامج المحاسب اللي معمول مخصوص للخريجين الجدد. وبنفكركم في البرنامج ده اخترنا نوضح أكتر المواضيع اللي بيهتم بيها المحاسب حديث التخرج عشان يلاقي وظيفة يثبت فيها نفسه ويتطور بسرعة. نبدأ بثالث حلقة في البرنامج في الجزء الخاص بالسي في والانترفيو، وهنتكلم هنا عن الجوب سيرش ليترز وأهميتها. لازم تبقى عارف ان الليترز بتديك أولوية وفرصة عن كل منافسيك، بس لازم المكتوب فيها يكون اتراجع من أهم أداة ليك في البحث عن وظيفة وهي عقلك. تعال نشوف ازاي. المهام أو المراحل اللي هتظهر قدامك دي هي المراحل اللي بيقوم بيها أي حد بيدور على وظيفة، ولازم تكون مؤثرة على كتابتك للليترز. أول حاجة تبقى أنت نفسك عارف قدراتك ومهاراتك ومعلوماتك في مجال الوظيفة اللي مقدم عليها ومقيمها كويس. يعني بتشوف السوفت سكيلز اللي عندك زي الليدرشيب سكيلز، الكوميونيكيشن سكيلز، والتكنيكال سكيلز زي مستواك في الاكسل لو بتعرف تشتغل على ERP معين تكتبه، وفهمك لمتطلبات الوظيفة اللي انت مقدم عليها. لو لسه ما اكتشفتش ايه السوفت سكيلز بتاعتك هتلاقي لينك تحت الفيديو، خش عليه واعمل تيست واكتشف ايه السوفت سكيلز بتاعتك. بعد ما تعرف مؤهلاتك وقدراتك بتدور وبتقرا وبتشوف الوظائف المناسبة والمتوافقة مع قدراتك والشركات اللي انت ممكن تقدم فيها، وبتقيمهم كويس، بتشوف الوظيفة دي مميزاتها ايه ومرتبها كام ومستقبلها ايه. بتعمل ده بقى عن طريق انك بتسأل على النت، بتشوف نماذج للناس اللي اشتغلوا في المجالات دي قبل كده وبتقعد معاهم تفهم منهم الدنيا وبتبدأ تدور بطريقتك. طيب عرفت وحددت نوع الوظيفة المناسبة ليك؟ يعني مثلا محاسب ولا مراجع ولا موظف بنك ولا في الضرايب ولا في التأمينات؟ ابدأ ركز على اللي انت اخترته وشوف عايز توصل فيه لفين وايه طموحاتك في الوظيفة دي. بعد كده ابدأ اكتب السي في بتاعك متفصل على قدراتك ومهاراتك والوظيفة اللي انت شايفها الافضل والانسب ليك. طبعا لو عايز تعرف تكتب السي في ازاي شوف الحلقات الاولى والتانية من البرنامج ده. خلصت السي في، بتبدأ تخطط لمهمة البحث عن وظيفة. بتشوف اعلانات على الفيسبوك، لينكد ان، او من معارفك او اي مصادر تانية زي مواقع بيت ووظف، وبتبدأ تبعت السي في ومع الكفر ليتر اللي احنا بنعلمك في الحلقة دي تكتبه ازاي. وعشان تعرف تكتبه ازاي احنا بنعرفك هنا الخطوات الصح اللي تعملها عشان تقدم على وظيفة، اللي هي بكل تأكيد هتأثر على كتابتك للسي في والكفر ليتر. الستيب اللي بعد كده بيبدأ الريكروترز يكلموك وتبدأ تعمل انترفيو، وهنعلمك الحلقة الجاية ازاي تعدي في الانترفيو. اعمل سبسكرايب واستناها. واخر خطوة بتختار الوظيفة الافضل والانسب من الوظائف اللي قبلت فيها. عشان تعمل تأثير قوي وفعال وتبقى مميز عن غيرك حط نفسك مكان الريكروتر وشوف متطلبات الشغل ايه وابدأ اكتب الليتر. وهنا هنديك 9 نصايح تاخد بالك منهم وانت بتكتب الليتر. اول حاجة بتحط المعلومات المهمة بالنسبة للوظيفة الاول، وحط ادلة عليها لو ممكن زي رقم شهادة CMA لو انت CMA هولدر مثلا. بتحط معلوماتك مترتبة وتحت بعض بترتيب مريح للقارئ. ما تنساش انك بتكتب فورمال وما تبقاش اوفر او ممل. خليك مختصر وواضح على قد ما تقدر لان ده بيوضح قد ايه انت مقدر وقت القارئ. خليك واضح وبسيط وابعد عن المصطلحات الصعبة، واكتب بمصطلحات ايجابية كده تبين قد ايه انت متفائل ومسؤول ومهتم وهتكون الانسب للشغلانة. استخدم في كتابتك للليترز الاكشن فيربس والاكتيف فويسز. حاول في كتابتك تنوع ما بين طول الجمل والاستراكشر بتاعها. واخر حاجة بنأكد ما تنساش تكتب المهارات والخبرات اللي فيك واللي مطلوبة في الشغلانة. وباتباع التعليمات دي تقدر تكتب الليترز بتاعتك بسهولة وتتمرن عليها. نيجي لآخر جزء في الحلقة بتاعتنا ويلا نشوف أنواع الجوب سيرش ليتر ال7 ونشوف تمبلت على كل واحدة. أول حاجة الابليكيشن ليتر. ما تنساش إن الهدف من الليتر ده إن يخلي السي في بتاعك يتقري قبل غيره، ودايما بنكتبه في البادي بتاع الميل والسي في بيكون اتاجد في الميل ده، وده بيبقى أكتر ليتر بنستخدمه في الواقع العملي. تاني حاجة البروسبكتنج ليتر. ده بتستخدمه لما بتبحث على وظيفة على مدى أبعد شوية، وشكله بيبقى زي الابليكيشن ليتر، بس بدل ما بيركز على وظيفة محددة بيوسع المدى شوية على مجال الوظيفي ودرجاته. تالت حاجة النتوركينج ليترز، وده خطاب بيبقى معمول مخصوص من حد عايز يوصل الانترفيو يقعد مع الناس المختصة يتكلم في المجال بتاعه بس ويعرف ايه الجديد، وما بيقدمش السي في معاه، بس ممكن وانت في الانترفيو تقدمه لو لقيت فيه فرصة. انت هنا بتقعد مع ناس مختصة في المجال وبتستفيد وبتكتسب خبرة وبتعمل نتورك حلوة. رابع حاجة هو الثانك يو ليتر.
وده من الليترز المهمة جدا والمنسية في ذات الوقت، ودي بتسيب انطباع كويس عنك وبتستخدمه مثلا بعد ما تخلص الانترفيو. في حاجة جميلة منك كده تبعت ثانك يو ليتر لكل واحد من اللي عملوا لك الانترفيو تاني يوم بعدها. دي حركة حلوة وبتبين تقديرك ليهم وبتعلي فرصتك للفوز بالوظيفة. خامس ليتر وهو الاكسبتنس ليتر، واحنا بنستخدم الليتر ده عشان نوافق على الجوب اوفر، وبتأكد موافقتك على البنود زي المرتب وتاريخ بداية العمل والميديكال وهكذا. السادس ليتر وهو الويزدرول ليتر، انت اول ما بتتقبل في مكان اخلاقيا بتبعت لباقي الاماكن اللي انت مقدم عليها وماشي في اجراءات الريكروتنج، وبتخبرهم انك بتنسحب من التقديم لانك لقيت وظيفة المناسبة ليك في الفترة دي في المرحلة دي من الكارير بتاعك، وبتشكرهم على منحهم الفرصة ليك. سابع واخر نوع من الليترز معانا هو الريزكشن ليتر. لازم تبقى عارف ان مش بس اصحاب العمل هم اللي بيرفضوا، انت برضو ممكن ترفض فرصة عمل لو مش مناسبة لمستواك وكاريرك. بتبعت لهم خطاب بتوضح فيه انك قريت الاوفر بحرص وقررت بعدم الموافقة، وما تنساش تشكرهم على ترشيحك واهتمامهم بيك. وبكده نكون خلصنا حلقتنا عن الليترز. ما تنساش بس ان دي جايد لاينز عامة بتساعدك في كتابة الليتر، وانك مختلف ومواقفك اللي بتمر بيها مختلفة. حاول تكتب بطريقتك انت وتعبر عن نفسك وتطور من الرايتنج سكيلز بتاعتك. ولو محتاج ريفيو على السي في او الكفر ليتر ابعت لنا على صفحتنا على الفيسبوك واحنا هنساعدك. بالتوفيق، واشوفكم الحلقة الجاية من برنامج المحاسب. سلام.